امم طيب مسعد عوض، يعني دلوقتي في 4 حراس في النادي الاهلي يا كابتن سيد. مم. لا والله هتكملوا 4 ولا اكيد لازم هيمشي حد؟ يعني مين الاقرب او حددتوا مين؟ طيب او اكيد مش تقول مين طبعا دلوقتي، بس قصدي حددتوا كجهاز فني مين اللي هيمشي ولا لسه؟ بص يا كابتن حازم، في فتره بتبقى يعني اللعب فيها مطلوب. امم تمام. امم اللعب فيها مطلوب، لكن كمان انت بتبقى بتحترم اللعيب بتاعك لاقصى حد واقصى مكانه. تمام. امم فبتقعد معاه تبين له الامر الفني. امم وخصوصا لما يكون لعيب صغير في السن كمان. فصغير في السن بيحتاج ان انت يشارك بشكل كويس، يشارك بشكل كبير، يتشاف، ياخد خبرات، يلعب 30 40 مباراه في الموسم عشان يقيم كويس، وبعدين ياخد ثقل كمان في الحته التدريبيه، في الحته الفنيه. تمام. امم لكن لو لعيب ما عندوش الرغبه في كده مثلا، يعني مش تقدر تقول له لا انت كده كده لازم تطلع يعني. امم تمام. امم فمسعد واحد من الناس اللي احنا بنبص لها برضه كمستقبل للنادي الاهلي. امم يمكن فرصه اللعب في الفتره الحاليه ممكن ما تبقاش بمستوى عالي يعني. تمام. او نسبه عاليه يعني. فبتقعد معاه، ولازم يبقى في تواصل شديد جدا كمان يعني. هو المقاولين طالبوه. تمام. بشكل رسمي يعني. فهيبقى عندنا معانا قاعده بكره وبعد بكره، ونشوف دماغه ماشيه ازاي، وبرضه ورايه عامل ازاي. لكن وانت كمان لازم توضح الرؤيه للجميع يعني، خصوصا الناس اللي هي ممكن ما تبقى فرصه لعبها اقل شويه.